السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ جايبه لكم النهارده السمنة البلدي دي. قلت ازاي تعرفوا تسيحوها على النار. تمام، لان في ناس كتير قوي متعرفش تسيح السمنة البلدي، وساعات ممكن تتحرق منهم، او ممكن تفور وما يعرفوش يعملوها يعني ازاي. فانا قلت افيدكم بمعلوماتي فماشي. فقلت نجيبها. انا جبتها وحطيتها في الحله وعاملاها على نار هاديه جدا، اكنك بترددي رز على نار هاديه جدا. تمام، وتسيبيها بقى لحد ما تسيح معاكي. كل درجه انا بوريها لكم ازاي المرحله بتاعتها بتعدي. يعني اول حاجه كانت لسه بتسيح، دلوقتي هي ساحت حبه حلوين اهو. ليكم مفاجاه عندي في الفيديو ده تحفه، يعني انا عايزه اوريكم المفاجآت بتاعتي. المهم كانت هنا قربت تسيح خلاص اهي الحمد لله. وكل شويه بقى قلبيها عشان ما تلزقش تحت ايه معاكي في الحله. تمام، وبتجيبيها بقى من على الجناب اول ما تصفر كده المرته بتاعتها. بصوا اهي، اول ما بتصفر من على الجناب ايه تشيلي من على الجناب كده، وايه وتدخليها في السمنه تاني وتقلبيها بمعلقه ايه اي معلقه معاكي. عايزه بقى تعمليها في حله المونيا، حله تيفال، بايركس، اي حاجه، بس انا بفضل الالمونيا يعني. المهم بتفضلي تقلبي فيها لحد ما ايه ما تعمل بقى ايه رغاوه من قدام كده من فوق. بصوا لونها صفرة وكانت ريحتها جميله ما شاء الله اللهم بارك. تمام، وتفضلي بقى تقلبي فيها كده في ايدك فيها وما تسيبهاش وتروحي في حته تقولي انا احطها على نار هاديه واسيبها، لا. شفتوا المنظر ده؟ اقفلوا عليها كده، تقفلوا عليها، انا بقول لكم اهو عشان هتشوفوا حاجه وحشه. شفتوا اللي حصل ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين على كل حال. انا سبتها لحد ما فارت، وانا ما اعرفش ان هي فارت كده واتحرقت معايا. طبعا انا هستخدم السمنه وهرمي المرطه للاسف. فانا بقول لكم لو ما تفور، اول ما تشوفوا الاصفر كده تقفلوا عليها، تخلوها على جنب وتحطوها في ايه في البطرمان. يلا يا رب يكون فدتكم في الفيديو ده.